عرفتي هذيك الكيك اللي غتحمر لك وجهك مع ضيافك؟ هي هذه كتجي معلكه ومشكلطه وبنينه بزاف، والاهم انها بمكونات ساهله وموجوده في كل دار. تبعي معايا الطريقه والمقادير. اول حاجه كناخذ واحد كاس ديال الحليب، كندير ليه معلقه كبيره ديال الخل، كنحطو جانبا، وكندوز ناخذ واحد البول 4 البيضات، السكر سنيده، فاني، كنطرب الكل مزيان وكنضيف عليه كاس لاروب ديال الزيت، كنخلط الكل مزيان وكنضيف واحد ياغورت اللي كندير البنان كيجي بنين، كنخلط الكل مزيان وكنضيف هنايا هذاك الحليب اللي ولا ليا اللبن، الا عندكم اللبن حتى هو تقدروا ديروه. كنخلط الكل مزيان وكنضيف هنايا الدقيق مع جوج ديال الخمارات والكاكاو، وكنبقى نضيف الدقيق دفعات حتى كنحصلوا على خليط اللي تيكون عندي بهذا الشكل. كناخذ واحد المول دهنته هنا بالزبده، الا عندكم مول عادي دهنوه بالزبده ورشوه بالدقيق، وكنهز يدي حتى الفوق وانا تنكب في الخليط ديالي. ملي كتهزوا يديكم راه كتجي الكيك طالعه. وكناخذ واحد الموس اولا واحد الكيردون وكندوز هكا، كندير خط من الوسط باش كتجيني هكا الكيك مشققه. والفران ضروري ما خاصو يكون سخون، على درجه الحراره ديال 160. كنشعل عليه من التحت حتى كيطيب، عاد كنشعل عليها من الفوق. وشوفوا لي كيفاش كتجي، راه كتجي بنينه وسهله بزاف. جربوها وردوا عليا الخبر وبالصحه والراحه. اما بالنسبه لاصوص فانا خديت شوكولا غيش دوبته مع شويه ديال الحليب، غير تقريبا واحد 4 المعالق هكا ولا 5 المعالق ديال الحليب صافي على حسب الكميه ديال الشوكولات. من بعد ما داب ليا زدت عليه واحد ديسير ديال الشوكولا وخلطت الكل مزيان، وكانت هذه هي لاصوص وهذه هي الكيك. جربوها وردوا عليا الخبر بالصحه والراحه. الا بغيتوا دي كيك اخرين خليهم لي في لي كومونتير، ولا كنتي اول مره غتشوفي الفيديو ما تنساش ديري جيم وابوني. سلام عليك.